السلام عليكم. موضوع تدواش بما بارد. حنا دابا في فصل الصيف وكنتي جالس مع راسك وحسيت براسك عرقان، قلت اجي ندير واحد تدويشه، لكن هاد المره غادي ندير العكس، في بلاصه ما ندوش بالما سخون غادي ندوش بالما بارد، حيت الاغلبيه منا تعودنا على الاستحمام بالما سخون، وفاش كنبغيو ندوش بالما بارد نحس بواحد التخوف في شكل، واخا تدواش بالما بارد عنده فوائد صحيه. اليوم غادي نهضروا على موضوع تدواش بالما بارد وشنو الفوائد ديالو والسلبيات ديالو، حيت اي حاجه ايجابيه عندها السلبيات ديالها. يلا نبداو على بركه الله. واخا السؤال عابر، لكن خاص نعرفو شنو هو الاستحمام ما بارد. هي تدوش بماء ما تيقلش على 15 درجة مئوية لمدة دقيقتين و 3 دقائق، حيت هاد الميزة درتيها غدوز نهارك كامل بواحد الانرجي زايد وتعطيك واحد الاحساس زوين. نعطيك مثال، كريستيانو رونالدو كلشي تعرفو يوميا ديما كتخشى في برميل ديال الثلج وماشي غير هو، شحال من واحد ولا تخوى على راسك ما بارد بتحاول تكون واحد الفترة وجيزة دقيقة ولا 2 دقائق باش تعود على هاد العادة بشوية بشوية. قبل ما نبداو نعطيك واحد التوضيح، شحال من واحد فينا تيقول يدوز شي ما بارد ما غاديش تبقى تمرض، ولكن الحقيقة هو غير تيقلل من التعرض من المرض المفاجئ. بحال الا كنتي كتمرض كل شهر بسبب ما بارد كتولي تمرض كل 6 شهور. هذا كمثال. دابا نعطيك اول فوائد دواش ما بارد، هو كتولي عندك المناعه قويه، وهاد المناعه كتساعدك من تقليل الزكام ولا السخانه كيف نقولوا، ما كتبقاش عود الامراض. ثاني حاجه تخفيف من اعراض الاكتئاب، بالرغم راه كاينين معلومات محدوده على دراسات ولا ابحاث علميه حول فوائد دواش ما بارد كتقلل من الاكتئاب، ولكن كاين نتائج واضحه وجود تاثير ايجابي باش كدوش ما بارد كتخفف من الاعراض، وخاصه عند الناس اللي تعودوا بماء بارد يوميا لمدة 30 يوم. كما كاين دراسات أخرى على أهمية دواش ما بارد وهو تحسين المزاج أو تقليل من شعور التوتر بالقلق. هنا فين كاين أهمية دواش ما بارد، هي زيادة تدفق الدم، وهو تيجي من نتيجة الجهد اللي تيديرو الجسم ديالك باش يحافظ على درجة الحرارة الأساسية لجسمك. فاش كتعرض للماء البارد المفاجئ وهذا الشيء تيساعد على زيادة تدفق الدم وأكسد الغني بالأكسجين والمغذيات في الأجزاء من الجسم ديالك، وهادشي باش كتولي تحس بديك الراحة، وبالتالي كتولي عندك تقليل الشعور بالألم أو بأمراض أخرى. وكاين واحد المقال لواحد الدكتور قالت فيه أن زيادة تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى أجزاء الجسم مصابة والذي يؤدي إلى إراحة الأجزاء المصابة، أو بالتالي كتولي عندك في الجسم ديالك تقليل من فرص الشعور بالألم أو بأعراض أخرى، وذلك وفقا بما قالته الدكتورة. وتدواش ما بارد بشكل مستمر تزيد من كفاءة العمل جهاز الدوران خلال زيادة تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وهذا الشيء يكون مفيد لك بزاف، وتحديدا للناس اللي مرضى بالسكري. ملي كيتعرض الجسم ديالك للماء بارد تيخليه يبذل مجهود كبير من أجل الحفاظ على درجة الحرارة ديالو الأساسية لجسمك، وهادشي تيزيد من عملية الأيض، وبالتالي كتحرق كمية بسيطة من السعرات الحرارية. وواحد التنويه، فاش درت بحث معمق لقيت أن هذه الخاصية مازال غير الدراسات والأبحاث، وهي عندها مصادر محدودة بزاف، لذلك ما غاديش يمكن لينا اللجوء ليها. لكن كاين طريقة أخرى، تبع الحمية الغذائية وممارسة الرياضة لخاصة الوزن الزائد إذا كنتي شخص غليظ. بسبب ما بارد تضيق الأوعية الدموية بمجرد الجسم ديالك فاش كتعرض للبرودة، هادشي تساهم في مساعدة تدفق الدم الغني بالأكسجين والمغذيات إلى مركز الجسم ديالك على الطبيعة ديالو، وهاد الأوعية تتوسع وكترجع الدم محمل بالأكسجين إلى أنسجة في الجسم ديالك، وهادشي تساعدك على تخفيف الالتهابات اللي تقدر تسبب لك ألم العضلات. في أي حاجة ما كاينش فيها غير الإيجابيات بوحدها، كاين فيها حتى السلبيات، وهادشي معروف في أي حاجة. الحاجات السلبية والمضرة للجسم ديالك باش كدوش ما بارد هو فصل الشتاء، هادشي ما كتعتبرش فكرة مزيانة، حيت في فصل الشتاء تيكون الجسم ديالك كيحس بالبرد، وملي تيكون مستوى الماء بارد ما غاديش يساعدك في تدفئة الجسم ديالك، يقدر يسبب لك درجة برودة أكثر من القياس. وعلى الرغم من عدم وجود العديد من الدراسات الكافية يعني كتدواش ما بارد في الشتاء، ولكن يقدر الماء بارد يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية ولا نوبة قلبية، هادشي كيجي من نتيجة انخفاض درجة الحرارة في الجسم ديالك وتزيد من مقاومة الوعائية المحيطية، واللي كتسبب ارتفاع الضغط الدم الشرياني، وما يقدر يسبب لك سكتة قلبية، إلا أن الأمر بحاجة من المزيد من الدراسات. وكاين حوايج أخرى، هذه الناس اللي ما عندوش المناعة قوية خاصهم يردوا البال متدواش ما بارد، وحتى الناس اللي عندهم أمراض القلب. وفي الأخير استحمام ما بارد ماشي غير عادة يومية، بل تحدي صغير كتواجه بنفسك كل صباح. في كل مرة كتختار تدوش ما بارد رغم الإحساس الأول بعدم الراحة كتقوي الإرادة ديالك وكتعلم نفسك كيفاش تواجه صعوبات بالثبات، ومع الوقت غادي تلاحظ أن العادة ما كتأثرش على الجسم ديالك، ولكن حتى على الأقل والثقة بالنفس والانضباط اليومي. ولكن خاص ديما تفكر أن النتائج كتجي وتدرج الصبر وما كاينش داعي للاستعجال. خطوات بسيطة وخلي الجسم ديالك يتأقلم تدريجيا، تتولي هاد العادة جزء من الروتين ديالك. بالاستمرارية
غادي تكتشف أن التوانقية اللي كتقضيها تحت الماء بارد ممكن تكون أكثر اللحظات اللي كتمنحك الطاقة والقوة، وهي باش تبدا نهارك بأفضل طريقة ممكنة. وإلا وصلتي حتى هنا متنساش لايك وكومونتير باش تدعم القناة. يلا نخليكم على بركة الله، فيديو قادم إن شاء الله.